في فيديو النهارده هكلمكم عن تجربتي مع سان سكرين ايفا الجديد للبشره الدهنيه ولاصحاب البشرات المعرضه للحبوب واصحاب البشرات الحساسه. هقول لكم رايي فيه بمنتهى الامانه، وهعمل لكم مقارنه ما بينه وبين النوع القديم برده من ايفا سان سكرين سان اند سي. تابع معايا الفيديو. طب انا هبتدي لكم بده لاني عملت عن ده ريفيوهات كتير قبل كده. تعالوا نشوف بقى ده. هو قريب قوي من التاني، بس حاساه انعم شويه واخف، قوامه اخف. انا برضو عشان اعمل لكم المقارنه وانا بكلمكم عن ده وده، انا هقسم وشي نصين زي ما متعوده اعمل معاكم. هحط هنا صن بلوك ايفا اللي هو بتاع الحبوب، النوع القديم اللي هو ايفا العادي اللي هو صن اند سي. هنا بقى صن بلوك ايفا للبشره الدهنيه المخصوص ليها. بصوا بيتوزع بسرعه ازاي، اسهل من ده بكتير. ده بص، ده لسه هنقعد نوزع فيه شويه كده، لكن ده بيتوزع بسرعه. هما الاثنين طبعا ما فيهمش عطر خالص، وهما الاثنين باردين. عارفين نوع السان سكرين اللي بتحطيه على بشرتك بتحس كده ان هو اداكي شعور كده بارد، بروده، كولينج كده، هو ده. هما الاثنين بيعملوا نفس الاحساس ده. احنا متفقين طبعا ان الاثنين بيعملوا طبقه وايت كاست بس خفيفه، لان في لاحظت ان في بشرات بتتقبل او بتتشرب الوايت كاست ده، وفي بشرات ما بتقدرش تتشرب طبقه الوايت كاست. انا كده خلاص وزعته. ده للبشره الدهنيه زي ما انتم شايفين، مش مدي لمعه، يعني لمعته خفيفه خالص. ده دهني اكتر زي ما انتم شايفين. بالنسبه بقى لدرجه حمايتهم، هما الاثنين تقريبا واحد، ما فيش اي فرق خالص في الحمايه. درجه حمايتهم ممتازه زي ما انا متعوده دايما من سان سكرين ايفا، والاثنين بجددهم تقريبا بعد ساعتين في الجو اللي هو بيكون عادي، ان هو ما فيش فيه عرق كتير وشمس وحر كتير. لكن لما بكون طبعا في مصيف في شمس مباشره وكده طبعا كل ساعه. طب بالنسبه لسان سكرين ايفا للبشره الدهنيه، مقاومته للميه مع الاسف ضعيفه، يعني زيه زي انواع الفلويد. يعني اول ما بتعرقي او بتنزلي في ميه او في رطوبه هتحسي ان هو ابتدى يغير لك هنا. على العكس ده طبعا ده بيفضل ثابت خالص، برغم ان هو عامل لك طبقه عازله. بحس انها طبقه عازله ضد الميه، ضد الشمس، ضد اي حاجه، بس بيفضل زي ما هو، مش بيسيح خالص. بالنسبه لده طبعا لما تيجي تنزلي في بسين او في بحر او حاجه، الطبقه البيضاء اللي انت حطاها هنا نزلت كده على قدام عينك كده في الميه، فهو ما عجبنيش بصراحه في نزول الميه والتعارك وكده. عكس طبعا ده بيفضل زي ما قلت لكم ثابت، لا بيسيح ولا بيغير ولا اي حاجه، بتفضل الطبقه زي ما هي. ونفس الطبقه دي بتكون على وشك، وبعد ما بتطلعي من الميه وبتنشفي برده بشرتك بتحسي برده ان هو نفس الطبقه موجوده ونفس الحمايه. بس طبعا انت بعد ما بتخرجي الميه لازم تجدديه ضروري، عشان برده ما يعملكيش اسمرار او حروق للجلد وكده. بالنسبه للسعر، الاثنين هما تقريبا في نفس الرينج ونفس الحجم، فما فيش فرق ما بينهم خالص. هو الفرق ان انت طبعا لو بشرتك دهنيه وحابه ان انت تستخدمي لاستخدام يومي عادي، تستخدمي طبعا ده لانه قريب قوي للفلويد وخفيف على البشره ومش بيسد المسام، وفعلا مش بيطلع حبوب، لانهم هم اصلا مضيفين لك عليه مركبات بتحمي لك البشره من البكتيريا اللي بتسبب الحبوب. بالنسبه بقى لصن بلوك ايفا صن انتي سي، ده طبعا للبحر وللبسين وكل حاجه هيكون انسب، وهيكون انسب برده لو انت بشرتك مش دهنيه وبشرتك فاتحه، هيكون حلو قوي قوي، مثالي جدا ليكي. انا شخصيا برضو بستخدم ده، وده عجبني اكتر، وده برضو بستخدمه الاستخدام اليومي. ده بستخدمه لما يكون الجو مش حر قوي، لما بتكون اشعه الشمس الى حد ما فيهاش اضرار كتيره وبتكون بارده. الاثنين جمال والاثنين انصح بيهم. يلا لو انت ليكي تجربه معاهم او اي نوع سان سكرين تاني، يا ريت تكتبي لنا في الكومنتات. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.